السلام عليكم. طبعا زي ما اتفقنا في اول كل فيديو انك هتسيب اللي في ايدك دلوقتي وهتعمل لايك وفولو للصفحه لو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك، ولو بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش لايك على الفيديو واشتراك في القناه. الواحد كان قاعد لا بيه ولا عليه ومحدش فاهم ايه، يعني الجو حر ولا برد ولا في ايه، مش عارف الجو حر في شهر واحد ازاي يعني. بس يعني ما علينا، مش مشكلتنا، مش موضوعنا. لقينا صفحة النادي الأهلي منزلة الساعة الرملية وتيك تاك تيك تاك تيك تاك، مستنيين صفقة. طبعا أنا يعني الصفقة اللي أنا مستنيها صفقة مهاجم سوبر، تمام. موليكا اللي قعدنا نتكلم عليه ونقول هيجي ورايح وجاي. النادي التركي ده عايز 7 مليون، هيبدأ تفاوض من 7 مليون واحنا بنعرض 3 مليون وكلام من ده. لحد الآن مفيش حاجة. طيب جوستافو هنقنعه، لحد الآن مفيش حاجة. إذ بنا نفاجأ ان هما النادي الاهلي تعاقد مع القندوسي اللاعب الجزائري. واحد يقول لي القندوسي ده ايه يعني، صفقه حلوه ولا صفقه وحشه ولا انت شايف ايه؟ انا من رؤيتي ومن قراءتي للموقف يعني قندوسي مش صفقه وحشه ولا حاجه، ولكن انت كنت مستني حاجه اداره النادي الاهلي بتدور في حاجه تانية خالص، جابت حاجه تانية خالص. ولكن اللي انا عارفه واللي انا متاكد منه ان عمر الموضوع ده ما يحصل من غير رضا كولر. اللي اتفرج على النادي الاهلي في الماتشات اللي فاتت ومعن قوي او اتفرج على الماتش مره واثنين وثلاثه هيقول لك الراجل ده بدا يتوجه لل4-3-3. وقندوسي ده بيلعب ايه؟ بيلعب في مركزين، مركز رقم 8 ومركز رقم 10 اللي هو صانع الالعاب. وده اللي كولر بدا يشتغل عليه في الماتشات، حتى ان هو كان بينزل قفشه تحت ويطلع حمدي فتحي يلعب 8، وكان بيلعب بالاثنين 8 قفشه وحمدي، ويوقف ديانج او ايا كان السوليه لما كان موجود. عشان كده مروان عطيه لما جه، مروان عطيه لعب. القندوسي هيبقى موجود وهيلعب. ليه؟ لان انت خلاص هتبدا تلعب بثلاثة نص ملعب صراح، يبقى عندك فرايتي وتنوع كتير جدا في اللعيبه وستايلاتها، يخليك تقدر تعمل اللي انت عايزه وتقدر تتحكم في اي رتم ومباراه. اي منافس انت تقدر تباغته باي تشكيله، واي حد يقدر يلعب عندك من نص الملعب زي القندوسي وزي مروان عطيه وزي اليو ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي محمد مجدي قفشه. عندك يعني اساسيين ودكه، كل واحد موجود ليه واحد احتياطي، وده كلام يحترم وكلام محترم. ولكن اين الفرود؟ اين المهاجم؟ هل احنا استكفينا بشريف؟ شريف بدأ يرجع لمستواه. هل احنا استكفينا بشريف؟ انا اقول لك شريف لو في حالته ماشي، انما انا مش ضامن ان شريف يعني كل ماتش يحط لي جول. هو بقى له ماتشين ما بيجليش، بس انا مش ضامن. هل مشكله كهربا ليها حل وهيبقى موجود عندنا شريف وكهربا اللي بين قوسين اصلا ما بيلعبش فيرود؟ انا لحد الان مش عارف. احنا مش مبسوطين بالصفقات، لا. انا قندوسي صفقه انا راضي عنها، وعارف الراجل ده هيجي يلعب فين. هيجي يلعب في نص الملعب، وعارف ان الراجل بيتوجه ان هو رايح ل4-3-3، وعارف ما عنديش مشكله. راجل هيأدي كويس، راجل احسن لاعب في منتخب الجزائر للمحليين. راجل بدأ حياته في وفاق سطيف وتصعد معاهم لحد ما سعره بقى دلوقتي الاهلي مخلص فيه $1,000,000. والراجل لو اتباع تاني نادي وفاق سطيف هياخد 15%. يعني راجل لعيب محطوط له خطه ان هو ممكن كان يطلع في اي وقت في اوروبا، ولكن الاهلي خطفه، مفيش مشاكل وجابه. ولكن فين الفروت؟ فين ضلة الفريق؟ ما عندكش غير شريف وكهربا، الاثنين دول اللي في حالتهم. عندك شادي حسين، ولكن برضه لسه لحد الان ما نقدرش نعتمد عليه الاعتماد الكلي. الراجل لسه ما رجعش الربع مستواه اللي كان فيه في سيراميكا كليوباترا. فين الفرود؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه لحد الان. محدش عارف فين الفرود اللي النادي الاهلي هيجيبه لحد الان. ما اعرفش بقى، لسه ما اتولدش، ما اعرفش ما خلصوش معاه، انا مش فاهم. ولكن النادي الاهلي لسه لحد ما فيش فرود. ناصر منسي خلاص مضى مع الزمالك، دي حاجه كلنا عرفناها وكلنا خلاص اتاكدنا منها. فرج عامر طلع قال تصريح ان خلاص ميسي، انا كنت من يومين قلت ان ميسي راجع سيراميكا تاني اعاره، ولكن لا، فرج عامر خطف الصفقه ومضاف سموحه. ولكن برضه هرجع اقول لك هي دي حاجه حلوه وحاجه وحشه بالنسبه لنا، لان هو في هناك زياد طارق. يعني زياد طارق لو كان هيتجهز في سموحه او احمد سامي هيجهزه، فميسي كمان راح له، فهيبقى مطلوب ان الاثنين يتجهزوا او الاثنين يلعبوا، فانت تكسب واحد كالي وهتخسر واحد. ودي الفكره برضو في الاعراض، الفكره في الناس اللي بتطلع اعارات. المفروض تكون دارس الاعاره طالعه ازاي وانت هتستفيد منها ازاي.
بس ده الخبر اللي انا كنت طالع اعلق عليه واقول لك الدنيا فيه رايحه فين. ولكن انا لحد الان ابحث مع النادي الاهلي على الفيرود بتاعنا. ابحثوا يا جماعه الفيرود، دوروا على الفيرود، هاتوه. عايزين فيرود يا جماعه. ضلتنا الوحيده دلوقتي في التشكيله ان احنا عايزين فيرود، مش عايزين جناحات، مش عايزين اي حاجه، ولكن عايزين فيرود يرضي ربنا. بس عايزين فيرود يرضي ربنا. طيب يا جماعه بكده نكون خلصنا الكلام بتاعنا النهارده. يا رب بس لو الكلام عجبكم نعمل لايك وفولو للصفحه، ولو بتتفرج عليها اليوتيوب اعمل اشتراك في القناه. سلام.